أهلا بكم. الخميس الجاي 22 مايو 2025 يوم مهم. الأنظار كلها فعلا بتتجه لمبنى البنك المركزي المصري. اجتماع لجنة السياسة النقدية دايما بيكون حدث مهم، بس المرة دي فيه ترقب خاص. بالظبط. مصادرنا النهاردة متنوعة، في تحليلات خبراء، بيانات البنك المركزي نفسه، توقعات مختلفة. مهمتنا هنا يعني نفهم ليه القرار الجاي ده بتاع أسعار الفايدة له كل الأهمية دي. ونشوف ايه الاحتمالات المطروحة، خفض تاني ولا تثبيت، وليه ده بيفرق مع الكل، مستثمرين ومواطنين. تمام. وده الاجتماع الثالث للجنة السنة دي، والتوقيت حساس جدا. لسه في كلام عن ضغوط تضخم وإن كانت بتقل شوية، وفي تحديات للنمو هنا وفي العالم كله. فعلا. واللجنة يعني هدفها الأساسي اللي بتأكد عليه دايما هو استقرار الأسعار. ده هو الأساس لأي حاجة تانية، ثقة، نمو، استثمار. طيب عشان نفهم اللي جاي، خلينا نبص بسرعة على اللي فات. اجتماع أبريل اللي فات ده ناس كتير وصفته إنه كان تاريخي. ليه بقى الوصف ده؟ تاريخي دي كلمة كبيرة، بس ليها سببها. ده كان أول خفض الأسعار الفايدة من 5 سنين كاملة. 5 سنين، فترة طويلة فافن. جدا. والخفض ما كانش أي كلام، كان 2.25% مرة واحدة، رقم كبير. ده خلى الفايدة على الإيداع 25% وعلى الإقراض 26%. ودي كانت نقلة بعد فترة طويلة قوي من التجديد، صح؟ اللي كان عشان التضخم العالي. بالظبط. فترة التجديد دي كانت ضرورية عشان يسيطروا على التضخم اللي كان وصل لمستويات صعبة جدا. فالخفض ده كان زي إشارة، بداية تحول يمكن؟ تحول ناحية إيه؟ محاولة لدعم الاقتصاد أكتر، تشجيع الاستثمار. هو ده رسالة إن البنك المركزي شايف إن في مساحة إنه يبص على النمو شوية، مش بس التضخم، خصوصاً بعد ما سعر الصرف استقر نسبياً وكان في إجراءات تانية بتتاخد. واللجنة وقتها قالت إن القرار ده مناسب وإنهم متوقعين يساعد في نزول التضخم بالتدريج. وإن ده هيساعد يوصلوا للهدف بتاعهم. وهو ده يودينا لنقطة مهمة، هدف البنك المركزي للتضخم وآلية عمل اللجنة. ممكن نوضحها بسرعة؟ تمام. اللجنة دي بتجتمع كل 6 أسابيع بشكل دوري، يعني في 8 اجتماعات مجدولة في السنة دي. ده غير لو حصل ظرف طارئ ممكن يجتمعوا زيادة. مفهوم. وهدفهم المعلن اللي هو رقم محدد، إن التضخم السنوي يوصل ل7%. بس مش 7% بالظبط، في هامش زيادة أو نقصان 2%. يعني بين 5% و9%. بالظبط. والمفروض يوصلوا للرقم ده في الربع الأخير من سنة 2026. وفي كل اجتماع بقى بيراجعوا كل الأرقام والبيانات الجديدة، ويشوفوا إحنا ماشيين صح ولا محتاجين نستخدم أدوات تانية. طيب نرجع بقى اليوم الخميس الجاي ده، إيه اللي متوقعه؟ المصادر بتقول إن الآراء منقسمة المرة دي. فعلا في انقسام واضح. السيناريو الأول والأكثر ترجيحاً عند البعض هو التثبيت، يعني يسيبوا الفايدة زي ما هي 25% و26%. ليه التثبيت؟ الحجة الأساسية هنا إن البنك المركزي محتاج يشوف الأول أثر الخفض الكبير بتاع إبريل. القرارات دي بتاخد وقت عشان تسمع في الاقتصاد الحقيقي، يعني محتاجين يتأنوا ويقيموا. منطقي. وفي أسباب تانية؟ في ناس بتشير إن لسه في ضغوط على العملة واحتياجات تمويلية من بره، فأي خفض جديد ممكن يعني يزود الضغط ده شوية، فالتثبيت ممكن يكون أسلم دلوقتي. طيب ده السيناريو. إيه السيناريو التاني؟ السيناريو التاني هو إنه يحصل خفض إضافي، لكن غالباً لو حصل هيكون خفض أقل من المرة اللي فاتت، ممكن 1% مثلاً أو حتى أقل. وإيه الحجة لخفض تاني؟ هنا بيركزوا على بيانات التضخم الأخيرة. صحيح لسه مرتفع، لكن في تباطؤ بيحصل، فده ممكن يدي للبنك المركزي شوية مساحة إنه يكمل سياسة التيسير التدريجي دي. عشان يدعموا النمو أكثر. بالظبط. خصوصاً لو تقييمهم إن مخاطر التضخم بقت تحت السيطرة بشكل أكبر، كأنهم بيقولوا خلينا نستغل الفرصة ونساعد الاقتصاد يتحرك. يعني وجهة نظر بتقول استنى وشوف، ووجهة نظر بتقول كمل بحذر طالما الأرقام تسمح. واضح إنه القرار مش سهل خالص. لا طبعاً، دي معادلة صعبة جداً. لازم يوازنوا بين حاجات عكس بعض ساعات، يدعموا النمو ويخلوا الفلوس أرخص للشركات والناس، وفي نفس الوقت يحافظوا على استقرار الأسعار وما يخلوش التضخم يرجع تاني. وكمان يحافظوا على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية للأجانب، دي نقطة مهمة دايما. أكيد.
فأي قرار هياخدوه تثبيت أو خفض هيكون له تبعات مباشرة. زي إيه أبرز التبعات دي اللي ننقربها؟ بص، لو حصل تثبيت ده ممكن يريح المستثمرين الأجانب شوية، يطمنهم إن مفيش استعجال في خفض الفايدة والعائد لسه كويس، وممكن يساعد الجنيه يستقر، بس ممكن يبطئ حركة الإقراض للقطاع الخاص جوه. ولو حصل خفض؟ الخفض ممكن يشجع الاقتراض والاستثمار المحلي أكتر، وده كويس للنمو، بس ممكن يضغط على الجنيه شوية، وممكن يقلق ناس من إن التضخم يرجع يزيد لو الخفض ده كان بدري زيادة عن اللزوم. يعني القرار مش مجرد رقم بيتغير، ده بيدي إشارة للسوق عن رؤية البنك المركزي نفسه للاقتصاد رايح فين. تماماً، هو مؤشر مهم لاتجاه الاقتصاد والمدى ثقة البنك المركزي في المسار اللي ماشيين فيه. إذن كلنا هنكون بنراقب يوم الخميس القرار وتفاصيله. بالظبط، وده يخليني أفكر في نقطة أخيرة يعني نسيبها للمستمعين يفكروا فيها. بعيداً عن الرقم نفسه، تثبيت أو خفض، يا ترى إيه الرسالة الأوسع، الرسالة الضمنية اللي البنك المركزي بيحاول يوصلها للمستثمرين بره وجوه، للمحللين، للأسواق، من خلال كلامه وتبريراته وتوقعاته؟ سؤال مهم فعلا. الإجابة على السؤال ده يمكن تكون أهم من الرقم نفسه على المدى الطويل. هنتابع ونشوف.